6000 درهم في المغرب تعيش احسن من الاتحاد الاوروبي كامل. والله لو كان يرجعوا السميك 6000 درهم في المغرب، الى كاع الناس هنا اللي في اوروبا يرجعوا بحالهم للمغرب، لحقاش اوروبا ما بقى فيها ما يدار، والمغرب ولا من احسن البلدان. سمعتوا شي حاجه ولا ما سمعتوهاش؟ غير قولوا لي واش سمعتوا شي حاجه ولا ما سمعتوهاش. قالت لكم هاد السيده 6000 درهم، الناس كاملين اللي في اوروبا اللي في الغربه يعني مغتربين غادي يرجعوا للبلاد. اول حاجه بعدا غنتكلم عليها هو انه خص تعرفي بلي في اوروبا الناس اللي عندهم غير 3 ديال الدراري كيتخلصوا عليهم حتى ل 800 اورو. 800 اورو مهازين ما حاطين، هذه غير ديال الدراري، هذه غير باش زعما تكسي وتهلا في الدراري، ديال الدراري كتسمى كتجي من لاكاف. ابا الخلصه اللي كتخلص يعني الاب ولا الام الا كانوا خدامين بجوج ولا واحد فيهم. 800 اورو هذه غير اللي كيشدوا على الدراري. نزيد لكم حاجه اخرى، خص تعرفوا باللي كاينين رجال يعني خدامين يعني في القطاع العام كيتشدوا 7000 8000 درهم، جاتهم الفرصه انهم يمشيو لبرا، مشاو سافروا فيزا سياحه وهربوا، ما بقاوش باغيين يعاودوا يرجعوا. فعلا زعما غتحاولي تكذبي ولا تنصبي ولا ما فهمتش. حنا كاملين كنحبوا بلادنا، كنحبوها وبغيناها تزيد لقدام، ولكن للاسف الواقع كيبقى واقع، ما يمكنش باي طريقه نغطيوه. الواقع كيبقى واقع انه 6000 درهم ما غتسلككش وما كافياش، والناس اللي في برا ما يمكنش يرجعوا، لانهم انفوا الناس كيمشيو يتانصلاو برا كيعيشوا كيشوفوا باللي عندهم واحد نسبه رفاهيه، نسبه تاع الحقوق. مثلا عندهم الحق في الصحه، الحق في التعليم اللي من الاساسيات. صافي كيبداو كيخدموا كيشدوا الصالير تاعهم اللي نقولوا مثلا كيبدا من 1400 اورو، كيقول لك هنا غادي نبقى حتى نشد لانتري تاعي وديك الساعه نديسيدي واش نرجع ولا ما نرجعش. هذه الا كانت قالت هذا الكلام غير باش تخلق البوز ولا شي حاجه فالله يعاونها، انا ما نقولها والو، ولكن الا كان هذا الشيء غادي يقوم يعني بالتضليل او غادي يعطي واحد الصوره خاطئه للناس وغيفهموها فعلا انه الناس تاع الغربه راه الا تمكنوا انهم يحصلوا على صالير في بلادهم 6000 اورو فيرجعوا، فنقول لكم هنا راه ما غاديش يرجعوا. واخا يعني الصالير يكون يعني مضمون عندهم في البلاد يرجعوا حتى 1000 اورو، يعني حتى مليون مغربيه راه ما غيرجعوش. لانه خص تعرفوا واحد القضيه بخلاصه يعني باش ما نتعمقوش بزاف في الموضوع، لانه موضوع فعلا كبير. ينفو الانسان كما قلت لكم كيتانصلا في اوروبا، بحال مثلا فرنسا كنموذج، عندك ولا ما عندكش فلوس كتداوى كتاخذ يعني يعني العنايه يعني الطبيه بحال جميع الناس اللي عندهم الفلوس ولا اللي ما عندهمش، يعني حق هذا يعني من حقك انك تاخذه. التعليم كذلك، عندك ولا ما عندك فلوس ممكن تقرا ولادك كما بغيتي. فهنا صافي الانسان كيقول باللي هنا غادي نكمل حياتي حتى نشد لانتريت. داكشي علاش كتشوف بزاف تاع الناس انفو كيشدوا لانتريت كيفكروا واش يرجعوا لبلادهم ولا لا، وكاين بزاف تاع الناس كيرجعوا للبلاد وكيديروا مثلا شي مشروع صغير ولا كيما كان. المهم ما عليناش، ولكن باش نقول لكم هاد الفكره، هاد السيده، هاد الافكار يعني اللي فيها بزاف تاع المغالطات، فهاد الشيء راه كذوب وصافي. نزيدكم واحد الفكره هذه بالنسبه للناس اللي كاين في المغرب. فرنسا مثلا بزاف خص تعرفوا بلي فرنسا يعني الناس كاين في اسبانيا عندهم الاقامه وكيحاولوا يمشيو لاسبانيا وكيحاولوا يمشيو لفرنسا يسكنوا فيها. كذلك كاين ناس في ايطاليا عندهم الجنسيه ولا الاقامه وكيخويو ايطاليا وكيمشيو لفرنسا. يعني ما يمكنش تقول في الاتحاد الاوروبي في شي بلاد ملي كتقول دول الاتحاد الاوروبي راه كدوي على اسبانيا، الناس اللي ساكنين في فرنسا وما الى غير ذلك، الطليان وما الى غير ذلك. فرنسا مثلا كتمشي تقرا غير كتقرا كتستافد، يعني كيقراوك هما الدوله كتقرا، يعني انت ما هز ما حط ما كتخدم ما والو، ما كتدخل والو الدوله، كتقرا كدير فورماسيون وكتكون ريمونيري وكتزيد الدوله تخلصك. شحال كتعطيك 800 اورو على الاقل، 800 اورو. هادشي من غير الا كانوا عندك مثلا كتستافد من لي غيسا وما الى غير ذلك. المهم غير كتقرا عندك يعني غير كدير شي فورماسيون ريمونيري، غير كتقرا ما كدير والو، ما خدامه والو، كتشد عليها 800 اورو. وتجي وحده تقول لك الصالير يكون في المغرب 600 اورو اللي هو نقولوا 6000 درهم، واخا 600 اورو يعني فايته شويه 6000 درهم، قال لك الناس غيرجعوا. على ما كتضحك هذه. المهم الاخوان الواقع راه ما كيتغطاش، وانتم كما كتعرفوا التكنولوجيا وهادشي كامل اللي كنستعملوا من وسائل يعني التواصل الاجتماعي راه فرشات كلشي وبينات كلشي. فما تخليوش يعني شي وحدين يعني واقيلا هذه تلقى واقيلا ما ساكنه حتى برا، واقيلا ساكنه في المغرب عمرها ما خرجت من المغرب، ما عرفاش شنو واقع وكتهضر. فما تحاولوش ان يعني توصل لكم وتوصل الناس مغالطات. تحياتي لكم.